تعالوا اقول لكم تتبيلتي في الكبده البانيه مع المكرونه. اكله سهله وطعمها خطير، ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناه. ويلا نبدا وصفتنا النهارده. اول حاجه هنبدا بيها هي تتبيله الكبده. الكبده انا بحط لها تتبيله حلوه جدا، ميه بصل، كوبايه من ميه البصل، عليها نص معلقه من الثوم المفروم، وطبعا ممكن نضاعف الكميه لو هنعمل 2 كيلو، انا استخدمت كيلو واحد. التوابل ملح وفلفل كمون كزبره ناشفه وكمان بابريكا مدخنه. هقلب كل ده مع بعضه، وبعد ما اضيف نص ليمونه. انا هستخدم عصير نص ليمونه بس. واخر حاجه بحب اضيفها بعد عصير الليمون هي نص معلقه من الخل، ودي بتفرق جدا في التتبيله، ما تقلقوش مش هتغير خالص في لون الكبده. هنقلب كل ده مع بعضه كويس قوي لحد ما التوابل تبدا تدوب، وعشان ننقع فيها الكبده ما بتتنقعش وقت طويل. انا مقطعاها شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هننقعها في الخليط على الاقل ربع ساعه، من ربع ساعه لنص ساعه، بس هي مش زي اللحمه. وما تقلقوش التتبيله بتبقى حلوه قوي زي ما انتوا شايفين، مقطعها شرايح رفيعه كده. هسيبها ربع ساعه، انا هسيبها ربع ساعه بس بعد ما اقلبها في التتبيله، وبعد كده نكمل باقي الوصفه. في الربع ساعه دي انا بسلق فيها المكرونه، طبعا هسخنه الميه قبلها بسلقها، وبعد كده ببدا اغلف الكبده. انا النهارده هستخدم بقسماط بس، مش هستخدم رده ولا حاجه، انا هستخدم بقسماط. وهنا طبعا ممكن نضيف عليه نفس التوابل اللي استخدمناها. هحط الكبده في البقسماط بالشكل ده، مش هستخدم بيض برضو، انا بحطها بس على طول في البقسماط. ما تقلقوش الطبقه الخارجيه بتلزق عليها وبتبقى حلوه جدا. اهم حاجه ان احنا نضغط عليها بالشكل ده. بضغط على الكبده كويس، شريحه الكبده كويس قوي، وزي ما انتم شايفين البقسماط لزق عليها، وطبعا من على الجنبين. هعمل واحده كمان، وبعد كده انا هخلص كل الكميه الاول. بعمل كل الكميه الاول، وممكن احطها في التلاجة نص ساعه عشان البقسماط يلزق عليها كويس. وممكن نقليها على طول على فكرة، برضو بتطلع حلوة جدا. بعد ما اخلص كل الكمية، عايزة اقول لكم ان شكلها بيبقى تحفة وريحتها خطيرة. زي ما انتوا شايفين بقسماط لزق كويس جدا في زيت حامي على النار. هبدأ اقليها، انا هقليها ممكن ندخلها طبعا الاير فراير، وممكن نقليها في الزيت عادي زي ما انا هعمل. انا هقليها في الزيت بصراحة، بحب طعمها كده اكتر. عايزة اقول لكم ما بتاخدش وقت خالص، الكبدة سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص في السوا، مش زي اللحمة ولا زي البانيه كمان. هي اول ما هتاخد لون هنقلبها على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده. ولو مش بتحبوا القلي ممكن كمان نرش عليها رشة من الزيت وندخلها الفرن العادي، برضو بتطلع حلوة قوي. خلاص هي كده استوت، اخدت لون حلو جدا من على الجنبين، وبعد كده بطلعها. طبعا هنخلص كل الكمية، وزي ما قلت لكم ممكن اضاعف المقادير واستخدم 2 كيلو. وكده خلاص اكلتنا جاهزة. ما تنسوش عصير الليمون بيبقى حلو قوي معاها. قدمتها مع مكرونة وسلطة، ممكن كمان جرجير في عيش بلدي مع سلطة طحينة، بتطلع خطيرة. جربوها هتحبوها.